بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس نادي النجاح الرياضي المكناسي لرياضة الجمباز، ارتأينا أن نقيم هذا الحفل للتعارف أكثر مع الآباء وإقامة مباراة بين الأطفال للاطلاع على مستوياتهم المختلفة. فمرحبا بكم وسعداء بلقياكم وبالتواصل معكم مرة أخرى. فهذا النادي، نادي النجاح الرياضي المكناسي للجمباز، تأسس سنة 2008 وشارك، هو منضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للجمباز، وشارك في عدة مباريات ودوريات، وتخرج منه أبطال وصلوا حتى المستوى الفريق الوطني، ومنهم من غادر إلى الديار الخارجية كفرنسا، ومنهم من شارك في بطولات وطنية وإقليمية وإفريقية. فلهذا جميع مكونات النادي ترحب بكم وتتشرف بلقياكم، ونشكر الجميع على السهر وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا النادي. للتعريف بالنادي وبفئاته المختلفة ذكورا وإناثا، ويتوفر النادي على فريق من الكتاكيت والكتكوتات والبراعيم والبرعومات، وكذلك الشابات والشبان والكبيرات والكبار. فلهذا يعني الاهتمام يكون بالفئات الصغرى، فنعاني كذلك من نقص في الأدوات الرياضية لأنها غالية الثمن وغير متوفرة في السوق. فنحن نتواصل مع الجامعة الملكية حتى نتمكن من الحصول على بعض الأدوات الرياضية التي تساعد على إنجاح هذه الرياضة مستقبلا. ونشكر الإخوان ونشكر الأخت كذلك إلهام التي ما فتئت تبذل جهدا لإنجاح هذه المجهودات، وكذلك مجموعة من الإخوان الرياضيين كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا كنشكر الأستاذة المحترمة على تغطية هذا اللقاء أو هذه التظاهرة الرياضية والتي تهتم بفلذة أكبادنا. فكان اولا وكنشكر كذلك نادي النجاح الرياضي للجمباز اللي نظم هذا ليكزيبيسيون او هذا العرض الرياضي من اجل هدفان اساسيين على ما اظن. الهدف الاولاني هدف مواطناتي لتعريف وتذكير ابنائنا بذكرى عيد الاستقلال، والهدف الثاني هدف رياضي اللي كيرمز اولا الى تمكين افراد اكبادنا من مهارات معرفيه، التعرف على مجموعات من الحركات ومن اسمائهم، وكذلك طرق الاداء، كذلك مهارات تواصليه، العمل داخل المجموعات واحترام الادوار والتنافس الرياضي الشريف. كذلك هدف يعني حركي، يعني تمكن من بعض مهارات الاساس اللي تترم كذلك كيفيه استغلال الجسم في الوضعيه، في عده وضعيات مختلفه، التنسيق الحركي، كذلك الرشاقه والليونه. ومن خلال يعني ملاحظتي لعده حصص للنادي، شاهدت بأن هناك مقاربة جديدة للاشتغال، مقاربة سترم أولا على مقاربة اللعب، وكنا نعرف بأن اللعب له واحد المزايا كثيرة في التعلمات، مهارات كذلك تعتمد على الطريقه نتاع لو باركور، يعني مجموعه من المعامل متناسقه ومسترسله من اجل تعلم الاطفال بعض الحركات العرضانيه اللي يمكن انه يتعلم بها بعض الحركات الاساسيه في الجمباز، كالقفز والدوران، كاستغلال الفضاء الامامي، استغلال الفضاء الجانبي، التحكم في الجسم في وضعيات مختلفه الى غير ذلك من
الطرق نتاع الاشتغال. انك استاذ ديال ماده التربيه البدنيه والرياضيه، علاش اختاريتي لوليداتك الجمباز؟ سؤال في المستوى. فانا في حكم انني استاذ تاع التربيه، فنعرف بان الجيمباز فهو يروم الى التحكم في الجسم، يعني التنسيق حركي محض، يعني الجسم علاقتك مع المحيط. فباش يمكن لي انني كذلك نتعامل مع رياضات اخرى يجب تكون عندي هذه الكفاءه نتاع التنسيق الحركي مع الجسم. من بعد كندي التنسيق الحركي الى خصوصيات كنخصو الى خصوصيات اللعبه، وبالتالي وكذلك حتى السن يعني السن تاع الممارسه نتاع النشاط اللي كيطلب الليونه والرشاقه فتيكون في سن يعني صغير، وبالتالي الى فتنا واحد 12 عام صعيب انني نحافظ على الليونه وبالتالي والرشاقه نتاع واحد النشاط اخر كتكون ديجا عنده داك التنسيق الحركي مع الجسم تاعو اذا كاين موجود. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسم كريم انس النصيري، استاذ ماده التربيه البدنيه والرياضيه، وكذلك المدير التقني للنادي النجاح الرياضي المكناسي للجمباز. اليوم 18 شهر 11 2023 تقرر مجموعة من الأنشطة على مستوى النادي، حيث نحتفل بذكرى 10 للنادي. يمكن تقديم هذه الأنشطة على المستوى التالي: مجموعة من الأنشطة الرياضية الجماعية، ألعاب جماعية التي تخص كل ما هو فكري مونتال، وكاين العاب اخرى اللي كتطلب فيزيك لي كاليتي فيزيك. كانوا مجموعه ديال الالعاب اللي خدموا عليهم اون جروب بور غاني دي نوت. في الاخير درنا مجموعه ديال الديمونستراسيون، عروض فنيه اللي شارك فيها كل من الجروب ديليت ديال ولي زافونسي. منها مجموعه ديال الانشطه اللي كتفيزي لا كاليتي فيزيك بشتى الانواع ديالها، اللي منهم لا فيتيس، لا فورس، وحتى ليكيليبر. كانوا عروض تشويقيه على مستوى الفردي والجماعي. يمكن نقول لي بارون واحد شكر جزيلا على انهم الحضور ديالهم معنا هنايا، وبلا بهم ما كانش غادي يدوز هادشي مزيان. اليوم واحد الشكر كبير، وواحد الشكر للطاقم التقني اللي عاون ووقف معنا مزيان باش اننا هادشي نديرو على احسن حله رغم لي كونديسيون اللي كاينين. تنشكر الرئيس النادي اللي سمح لنا اننا نديرو هذا النشاط الرياضي على مستوى النادي ديالنا. كنجدوا الناس المسؤولين والناس اللي معنا في الدومين انهم يتقدموا لنا واخا بمساعدات عاديه من ناحيه الماتيريال. خاصنا نشوفوا ان هذا الماتيريال اللي عندنا وكنقدروا اننا نديروا به الانشطه كيف ما كنديروا دابا. يعني لو توفر ماتيريال احسن كان غادي يكونوا انشطه بمستوى احسن. وشكرا.